السلام عليكم. رجعت لكم المحبه اللي كتبادلوني كشخص ودادي من العائله الوداديه. راه شي حاجه اللي واعره بزاف. نكون غادي في الزنقه قال لي شي واحد فين غبر شي شجرتي على الوداد. هنا كنكتشف الحب ديالكم سوا ليا سوا الوداد. وانا واخد واحد العهد على نفسي انني نبقى نتكلم على الوداد ونبقى نتكلم يعني دائما نتكلم على الفرقه ديالي. دونك بارطاجيو الفيديو، عطيونا لي لايك ديالكم، عطيونا لي لايكيو الفيديو، خليو لينا لي كومونتير. اي واحد شاف هذا الفيديو خلي لينا الكومونتير منين كتتبعنا، من اي مدينه كتتبعنا، سواء داخل المغرب سواء خارج المغرب، وراه كاين وداديين خارج المغرب. على العموم من سيترأس نادي الوداد البيضاوي؟ كاين هشام أيتمنى، كاين السي انس، كاين عده اسماء، ولكن الابرز فيهم هو هشام أيتمنى والبروجي اللي حط انس حتى هو، ولكن أيتمنى راه بالغالبيه ان شاء الله. على العموم ولكن الفوضويه والعشوائيه اللي نايضه الان مع السي البرناكي، ما عرفتش انا من المسؤول الاول. هو مازال هو حاليا البرناكي رئيس نادي الوداد البيضاء، فسخ مع الدراوي مع الهوني، يعني مع ثلاثه لاعبين، جوج جزائريين والهوني، فسخ العقود معهم. هنالك اخبار على انتداب مفيد لاعب ديال جيش الملك. انا ماشي ضد هذا مفيد ولا كذا، ولكن من المسؤول؟ واش الرئيس؟ متى كان الرئيس هو المسؤول عن الانتدابات؟ حنا ما عندناش مدير تقني الان ولا شنو؟ حنا ما عندناش مدرب. راه الفوضويه راه ما خصهاش تكون فوضويه الان اللي كاينه في الوداد، راه ما خصهاش تبقى. راه غير شي كيشرق وشي كيغرب. راه الوداد غدا في واحد المنحه راه طايح، وباش غادي نطلعوا ان شاء الله راه خاص تضافر المجهودات. انت كودادي خصك تعطينا الصوت ديالك. انا مثلا انا كنهضر على نادي الوداد البيضاوي، ما كرهتش بزاف ديال الوداديين يهضروا على الفريق ديالنا ونعطيو حلول الفريق ديالنا. راه ما يمكنش وانا كنقولها نعيشوا الموسم المقبل كيف ما عشنا هذا العام، زيرو لقب ولا عصاب وبزاف ديال الحوايج. وفي اكفس الظروف راه حنا غادي عندنا واجهات اللي كبيره بزاف، من بينهم كاس العالم الانديه راه غيدخل الخزينه اموال باهظه، من بينهم السوبر ليغ اللي غنلعبوا فيه، يعني كاس ديال السوبر، من بينهم البطوله كاس العرش. يعني بزاف ديال التظاهرات اللي خصنا نكونوا فيهم اون فورم. خصنا انتدابات وازنه. واول شيء واش عموته غيدرب نادي الوداد البيضاوي؟ هذه غير باش نسطر عليها ونعطيها لكم. هشام أيتمنى تكلم مع عموته، وعموته الان فسخ العقد ديالو مع المنتخب الاردني، وعنده عده عروض الخوت، عنده عده عروض اللي مغريه جدا من الامارات. فروق عاطيه فيه زباله ديال الفلوس كيف ما كنقولوا، يعني اموال خياليه. والبلافون يعني راه والد الركراكي كيدرب المنتخب ما لحقاش 100 مليون بلي بريم بكل شيء، والبلافون هذا والد الركراكي. ولكن حيت كيبقى اطار وطني مغربي حنا ديما كنحقروا بعضياتنا. راه كانوا حنا عندنا كان ايرفي رونار وخليل زيتش راه كانوا كيشدوا الملايير للشهر، والد الركراكي كيشد شي 80 مليون عادي غير مستملاحه باش عرفوها. يعني عموته الان الشيفر ديالو طالع بزاف، الا بغى يجي الوداد راه تقريبا 80 85 مليون. وعموته الا اختار الوداد غيختارها من اجل ظروف عائليه، يعني هو باغي يكون في المغرب. هادشي الا اختار الوداد انه يدرب الوداد ويشوف البروجي ديال الوداد، لانه هو خرج واحد الخروج غير مشرف ليه مع الوداد. الا عقلته انا راه ما كنساش وكنتذبذب في الاداء، وحنا الجماهير وانتوما الجماهير الوداديه ما كتصبروش. عزيز عليكم النتائج. كنت كنقول لكم على رمزي راه عنده واحد الكره شامله وكره هولنديه وخصو الصبر. انا كان نورضكم مشى رمزي وكتبدل صاحبك غير مكرف كيف ما كنقول. حاليا انا كنسطر عليها، ما كنشوفش في المدرب، ما كنشوفش في الانتدابات،
ما كنشوفش في اكس ولا ايكغات خاصنا نجيبوه للوداد، ما كنشوفش في هادشي. المدى البعيد اللي كنشوف فيه الان انا هو الرئيس، ونشوف البروجي اللي غيجيب الرئيس، نشوف البروجي شنو غيجيب لي هذا الرئيس، يحط لي البلان ا بلان بي بلان سي، ونعرفوا روسنا شنو غنديرو. اما باش نبقاو عطيني نعطيك، فراه هادشي ما خصوش يكون. وهذوك اللي قال لك يتمنى، سبق صرح في واحد المعرض رمضاني وقال لهم يستحيل انني نترأس نادي الوداد البيضاوي الى عقلته، قال لهم ما يمكنش امبوسيبل، انا رئيس ديال المحمديه وكذا وكذا وكذا، ياك عقلته. والان شي وحدين قال لك وعلاش كذاب وكذا. اسيدي واخا عقلته نهار بطريقه، قال لهم يستحيل انني نترأس نادي الرجاء البيضاوي وانا عندي المشاغل ديالي وكذا وكذا، هو الان رئيس. ما فهمتش انا علاش خوتنا الرجاويين ما باغينش يتمنى كرئيس نادي الوداد البيضاوي. وعلاش؟ انا نقول لكم علاش. كاع الرؤساء ديال الفروق وكثريه قطبي الوداد والرجاء راه ما خصهمش اي رئيس، والوداد ما خصهاش اي رئيس، خاصها رئيس اللي يكون قبيح بهذا المصطلح، ماشي قبيح كيدابز، نو، مي قبيح عنده واحد الشخصيه، واحد الكاريزما، كيفرض الوجود ديالو، كيفرض السيطره ديالو، عنده الكلمه ديالو، فهمتي؟ وشكون كيفرض هادشي؟ الجيب الشكاره، راه ما يمكنش تكدوي بزيرو درهم. بحال مثلا انا ملي شفت البروجي ديال انس، هو باغي يجيب يدخل، هو باغي يستثمر الوداد باش تجيب الفلوس، ولكن الوداد راه ما خصهاش. الوداد واقف على 5 مليار 6 مليار غير ديال اللعابه وديال المدرب، غير باش نديروا الديبار السي انس. وانا كنأكد عليها وكنقول اي رئيس غيترشح للوداد الان، راه الوداد سطروا عليها، خاصها تبدا تعتمد على ابناء المدرسه، وراه المدرسه ديال نادي الوداد البيضاوي راه صفر 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 للاسف. وكاين مواهب والناس كتبغي الوداد، ولي جون كيبغيو الوداد وكيبغيو يلعبوا في الوداد. خاصنا التأطير، خاصنا نعطيو اهميه. كل عام خاصنا 6 لعابه 5 لعابه نكونوا غنساليو بهم العام، غنلعبوهم معانا حاطينهم في البونتوش 3 4 5 من الاصباحي، من الهجهوج، فينا هاد اللعابه، المترجي، الحسوني، العطوشي، شكون مازال؟ فكروني عطيوني نسيت، ما عزيتش. الاسره الصغيره والكبيره ديال الدغوغي تا هو اللي تظلم في نادي الوداد البيضاوي، ولكن هذيك غير ارزاق، ان لله وانا اليه راجعون. يعني ابناء المدرسه راه هما اللي كيهزوا الفرقه ديالهم. اما الان هادو اللي كاينين دابا راه كيتسنى دير لي غير ها ولا نخرج انا ندوي في شي فيديو ولا يدوي شي ودادي اخر ولا كذا، لا صافي ماشي ما انا صافي باغي يدعي فرقه ويجيب ياخذ غير الفلوس هو. اما ولاد الفرقه كيراعي، يخرج ويسمح لك 600 مليون 500 مليون، يقول لك غير نيسروا الامور ونمشي بحالي والفرقه فوق من كل شيء. تحياتي لجميع الوداديين. نخلي لكم الانستغرام ديالي، دخلوا عندي الانستغرام، كنبقى نحط لي ريل تما صغارين مقتطفات. غنبداو الخدمه ان شاء الله، غنبداو نبارطاجيو اخر الاخبار، غنبداو الخدمه مع نادي الوداد البيضاوي، حبا في نادي الوداد البيضاوي. تحياتي لكم، كنبغيكم بزاف وشكرا.